يا صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح الفل، يا صباح التفاح والقلب المرتاح، يا صباح الحادق. عاملين لكم النهارده صفقة حادق، صفقة حادق ما حصلتش. دي بقى الليمون اهو، بسلوها اهوت يا حبيب قلبي. جبت 10 كيلو ليمون، وايه قلت بقى ايه، بس هغلوهم، بس ما يعني حطيتهم دلوقتي غسلتهم وحطيتهم على البوتاجاز، بس هيفقوموا بس كده، واقوم اطفي عنهم بقى. يعني دلوقتي انا هطفي عنها الوقت، خلاص كده قلبتها هي، غيرت هتفقم بس بسيط كده، يعني بس فقمة واحدة. عشان ايه؟ اليومين دولت الليمون زي ما اكون مش عارفة متخرمن، مش عارفة في ايه، بتهري. وان شاء الله همسكه بقى اكمره. طفيت على ديت اهيت لان في قيمة خلاص، واصفيها بقى وايه، واحط عليها ماء سقعان، واسيب دي لسه ما عملش لسه قايمة بقى تفقم رخرة. إيه، هتقوم بقى ماسكاه مصفياه، عايزة اصفيه بقى في حاجة تعملي بيه المية بتاعته اي حاجة. الناس بتصفيه مثلا، ممكن تصفيه وتعملي ايه، والمية بتاعته ديت تحديها منه، ولا يريم ولا بيغير ولا اي حاجة، احسن من المية البيضة. بس بعد ما تغسليه بقى وتشطفيه، هطفي عنهم بقى وامسكهم اغسلهم بمية سقعانة من الحنفية، واسيبهم بقى ايه، مش هغير عليهم يوم واتنين والكلام بتاع زمان ده. بنقعد نغير على الليمون يوم واتنين ومعرفش ايه على ما يحلو وكده. ما عادش الكلام ده والله العظيم خالص، يعني الليمون ما عادش حلو زي الاول، عاد بيتهرى من اقل حاجه. اه، الليمون الاصفر دي بالذات، دي بقى بتاع العصفر، يعني ممكن تعصفريه، ممكن تكمريه كده زي ما انت عايزه، يعني انتوا براحتك يعني. عفوا يا جماعه. وصلتوا بقى معايا لحد كده بقى، لايك واشتراك كده، واشتروا الفيديو بتاعي كده، وتعملوا لي تعليق حلو وجميل كده زيكم كده، وكلامكم العسل ده، وما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا برا مصر جوا مصر. واول مره تشوفي قناتي تخش تشتركي لي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وعشان يوصلك كل جديد يا حبيبه قلبي. متحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا. وبشكر كل اللي خش قناتي اشترك لي على دماغي، بشكره من كل قلبي، ربنا يخليكم ليا، ما تحرم منكم ابدا، برا مصر وجوا مصر. وانا على فكره انا زعلانه منكم والله يا جماعه بجد، يعني انا دلوقتي كنت بتكلم مثلا على، يعني يعني مثلا ايه، قصة من اللي احنا بنسمعها، بتاع الواحدة بتتأرمل على أولادها، مثلا بتبقى صغيرة وشباب وجوزها بموت، أو مثلا بيحصل له ظروف بتتأرمل على أولادها وبتعيش معاهم، بتديلهم حبها كله، وبتخاف عليهم، وبتحوط عليهم، وبتديلهم كل حنانها. وفي حاجة تانية كمان، يعني بتتعب عليهم وبتربيهم وبتعلمهم. انا مش بتكلم على حد والله يا جماعة، الناس خدوا الكلام، جيراننا دول خدوا الكلام ليهم. العروسة واضحة يا جماعة، بحسس عليه، بيعرف بيعرف اللي كانت راسه بتوجعه ولا ما بتوجعوش. انا بتكلم، انا ما جبت سيرة حد يا جماعة، انا بتكلم في الفيديو، انا جبت سيرة حد؟ قلت فلان؟ انا بقول واحدة حصل لها كذا كذا كذا، وولادها يعملوا فيها كذا كذا، انا قلت فلانة؟ قلت حاجة؟ يطلعوا يلقاها عليا ويشتموني في الفيديوهات، بيقولوا له يا صفرة، يا مغلي، ما اعرفش ايه، سيبينا في حالنا. انا لا صفرة، انا صفرة يا حراميين، انا صفرة يا حراميين يا صفر، انا مش صفر. انا ما جبت سيرة حد ولا دعوة بحد، انا في محتواي وفي حالي. انا من ايام ما انتوا كنتوا المشاكل بتاع زمان ديت، واخواتي وحبايبي قالوا لي، نصحوني واللي بيحبوني نصحوني وقالوا لي مالكيش دعوة بحد، خليكي في المحتوى بتاعك. انا الحمد لله انا في المحتوى بتاعي، والحمد لله، احمد ربنا يا رب، الشكر من عنده. سمعت كلام اخواتي وفي محتوايا، وماليش دعوه بحد ولا بشغل بالي بحد. الناس شغله بالها بيا ليه؟ بسرح غايتي، بشوف محتوايا روتيني، اللي انا بعمله زي ما انا بعمل.
أنا يعني الحمد لله أحمدك وأشكرك يا رب. دي نعمة من عند ربنا، وحب الناس دي نعمة من عند ربنا، وأنا عارفة إن انتوا بتحبوني وبتخافوا عليا. لو ما كنتش بتحبوني ما كنتش تقولوا لي خليكي في المحتوى بتاعك يا أم عبد الحكيم. سيبك بقى من الأول ده اللي فاتت ديت بقى، والله الله يسهل لكل واحد، وربنا يدي لكل واحد على قد نيته، وهيدينا طبعا على قد نيتي، يعني عشان نيتي كويسة وسليمة الحمد لله. أحمدك وأشكرك يا رب. وأنا عارفة انتوا بتحبوني وبتخافوا عليا، ولولا كده لولا ما انتوا بتحبوني مش هتنصحوني. الحمد لله كل واحد منه لله، وربنا يسهل لهم ويسهل أمور الناس لبعضها. خلينا بقى في المحتوى بتاعنا وفي شغلنا، نشوف احنا هنعمل ايه في الليمون بتاعنا النهارده. انا السنه اللي فاتت كنت معصفره الليمون ده. السنه دي بقى مرضتش اعصفر. جبت عصفر بتاع العصفرة ديت، وجبت بقى حبة البركة، وجبت شطة وملح ناعم، ومسكته عملته على بعضه. وعملت بقى ايه، مسكت فرمت شوية فلفل حمر، وعملت بقى رية ليمون، ورقة فلفل احمر، ورقة ايه عصفور، بحبة البركة والحاجات دي، والملح بالشطة بالحاجات دي. اكمره بقى على بعض، همسكه اكمره. مسكت بقى عملت في انا كان عندي البرطمان الكبير هناك دهوت. بس قلت ايه لو انا حطيت فيه كتر الليمون على بعضه يا جماعه بيقوم مهري. هتجيبي منه بايدك عشان بتحط فيه وما اعرفش ايه اللي فيه بيخسر. لكن انت لو انت مثلا عملت في البرطمان الصغيره ديت، هتقوم مطلعه البرطمان معاكي لحد ما يخلص. مش التاني بقى مش هيبوظ، مش هيجراله حاجه، يبقى ايه محفوظ يعني. دي برضو ديت البرطمان اهوت كبير ازاز. دي كنت انا معصفره في السنه اللي فاتت معاكم برضو، ماسكاه الصافي. همسكه بقى حطيت عليه العصفر اهوت، وحطيت عليه الشطه، وامسكه اكمره بقى كده برضو، واغطي ده ملوش غطا، بس له غطا ايه، جبت له غطا من برطمان تاني. البرطمان جديد والغطا بتاعه راح، استخسرته بصراحه، خساره يعني، ما اعرفش اجيبه الوقت بقد كده. وبعدين بتاع اللي هو الازاز ده بيبقى حلو قوي في الحادق قوي كمان، ما بجرالوش اي حاجه، والحادق بتاعه بيبقى حلو قوي. مسكتهم عملتهم همت، وهمسك بقى جايبه. انا عندي الميه بتاعه الليمون اللي انا كنت سلقاها دي بو. هجيب بس تفصيله واحده كده او كوبايه مج مثلا، ممكن تجيبوا مج على شويه ليمون، وتقوم ماسكهم فرماهم على شويه فلفل احمر من دهمت، وتقوم ماسكهم ايه. عندي الفلفل لسه الاحمر، اللي بعد ما فرمت يعني كان عندي فلفل احمر كتير يعني. عملت اللي عملته، والباقي عندي في الفريزر. احتاجه بقى لاي حاجه اطلعه كده، بيبقى نضيف وبيبقى زي الفل. ولو انت عندك مثلا برضو بتاع فلفل اخضر، وتقوم حاطاه في كيس في الفريزر، هتطلعي القرنان. هات مثلا هتعملي بطاطس، عايزه تعملي بطاطس، عايزه تعملي فراخ مشويه، اي حاجه يبقى موجود عندك في الفريزر يعني، ما بجرالوش اي حاجه. انا جربت يعني، وجميل قوي كمان يعني. دي حطيت عليه بقى شويه ملح اهوت، وشويه بتاع فلفل، وشويه شويه بتاع يعني شويه ليمون كده فرمتهم. وايه، وفنجان بس ميه من بتاع الليمون اللي انا سلقاه يعني، ميه الليمون بس، عشان تمشي الخلاط كده. ومسكت بقى عملت عليهم كلهم اهمت. بقولك فنجان واحد بس عملت البرطمانه كلها. وتقومي بقى حتى على وشهم ايه نقطه زيت، تقفليه حلو كده هو جامد، تحط عليه نقطه زيت وتقفليه جامد. لو قعد معاكي بقى سنه بحال ما يجرالوش اي حاجه، ويبقى زي الفل، احسن من الحادق اللي بالشارع والقرف والعكاكه بتاع السوق دي. دي حاجه الوقت نظيفه، انت عاملاها بايدك، وعارفه انت عاملاها ازاي ونظامها ايه. بصراحه ان الواحد ما يعملش الحاجه بايده ما بيعرفش ياكل بجد يعني. انا ما بحبش اللي بالشارع دي. تحط بقى على كل برطمان كده نقطه زيت، عشان مثلا ولا عفونه ولا الكلام ده، وتقفلي على جامد عشان ما يهوش معاكي. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يصلح حالكم يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره. وربنا يعدي بكره على خير يا جماعه. الناس بقول لك الناس كلها خايفه من يوم 11 ده، ربنا يسترها عليكم وعلى اولادكم يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره. واللي عندها بنوته يا جماعه تحافظ عليها بجد يعني. اليومين دولت ما عادش امان، والله العظيم 3 بالله ما عاد امان. اللي عندها بنوته والصبيان ذات نفسها، حافظوا على اولادكم يا جماعه.
حافظوا على اولادكم، ما تخلوهمش يمشوا على شباب فاسده، لان الشباب اليومين دول بتفسد بعضها. انا عندي بنت عمي، بنته راحت الكليه، والله العظيم اقسم بالله البنت اتنقبت من الصبيان، لان الصبيان مهددينها وماشيين وراها عايزين إن ياخدوا رقم تليفونها. جت اتنقبت، بقولها انت اتنقبت ليه يا حبيبتي؟ بتقول حصل كذا كذا ليا في الكليه، واتنقبت علشان اتدرت من اللي مهددين. ربنا يسترها عليهم يا رب وعلى المسلمين جميعا، ويسترها على اولادكم يا رب. مقصد كلامي اللي واحده تحافظ على بنتها وتحذرها وتقول لها ما تكلميش حد ومالكيش دعوه بحد، من كليتك لبيتك، مش في المدرسه برضو من مدرستك لبيتك، مالكيش دعوه بحد ولا تدخلي مع حد خالص. لان يا جماعه ما عادش امان، ما عادش امان، ما عادش امان. يلا ربنا يفارقكم يا رب ويسترها معاكم دنيا واخره، انتوا وولادكم وولاد المسلمين جميعا وولادنا يا رب. محوش عنكم كل وحش يا رب، يسترها معاكم دنيا واخره يا حبايب قلبي، حبايبي واخواتي وكل حاجه عندي، متحرمش منكم ابدا وربنا يخليكم لي. بوريكم بقى كميه البتاع اللي انا عاملاها ديت. كان عندي شطه من اللي هي الشطه الزاني كده، اسمها هريسه، عملتها هريسه شطه، عملت برطمان هريسه شطه، وعملت جوز برطمانات تانيين برضو تمليحه، البرنجانه اي حاجه انت عايزاها تبقى عندك يعني دي. بقول لكم ده هريسه الشطه الصغيره جوز برطمانات. دي بقى مثلا ايه تعملي؟ مثلا حط على سمك، عندك اي حاجه عندك انت هتحطها عليه زي ما انت عايزه يعني، زي ما انت محتاجاه. كل حاجه حلوه في البيت والله يا جماعه، كل حاجه حلوه، كل حاجه بتحتاجيها. وما تبقى الحاجه عندك في بيتك احسن ما تفضلي تلف عند جيرانك او عند مثلا تروح تشتري وما انتش لاقيه كده يعني. الحاجه بتنفع يوم من الايام بجد يعني. انا يعني بتكلم زي ما انا بيتي محتاج، انت بيتك محتاج، والتاني بيتها محتاج، ونحافظ على حاجتنا وندبق حياتنا وعيشتنا ونحافظ على نفسنا. يعني مثلا برطمان الليمون اللي انا عامله ده هيوفر معايا كتير برضو، يعني هيوفر معايا مثلا بدل ما اروح اشتري البرطمان بقد كده، برطمان زيتون لا برطمان ليمون، بوفر معايا كتير كتير كمان يعني. عندنا بقى كان في حد معدي كده بتاع جميل قوي قوي طري ليفت. قلت بقى ما اجيبش واحد قدامه بقى الليمون، مش هفتح عليه الوقت طبعا، قدامه بقى هو لسه على ما نفتح عليه قدامه شهر ولا شهرين، لو انت فكرت تفتح عليه يعني قدامه شهرين ولا حاجه على ما تفكري تفتح عليه. اللي جبت بتاع ربطتين، وبعدين لقيت كتير يعني. الرز بقى ما كسرتهاش، هحطها بحالها في البرطمان كده، اكسر حاجات بسيطه يعني اهي، عملت شويه صغيرين دولت، عملت الرز بقى حطيتها تحت، ودولت هيبقوا فوق في البرطمان من فوق. علشان ايه؟ بدل ما الرز يتهرى منك، بتاكلي بقى اللي انت قطعتيه دي، وبعد كده تجيبي الرز تخرطيها بقى بتبقى متحدقه وما بتتهرش منك ولا حاجه. اما تجيبيها تخرطيها معاكي وانت بتجيبها من البرطمان وتخرطيها، إيه تبقى حلوه قوي قوي كمان يعني، مش وحش. بصابع تعور، بقول لكم صابع تعور. يلا الحمد لله. عصرت بقى عليه ليمونتين كده اهوت، عشان برضو يبقى ماشيين. وانا هيتحط مثلا، انا عندي حادق تاني باكل فيه، دي مثلا هيقعد مثلا معاكي، هيتاخر معاكي مثلا 3 4 ايام، اسبوعين 3 زي ما انت عايزه. الليمونتين دومت بصنوه ما يجرالوش اي حاجه. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. وحط بقى شويه شطه هريسه هي عليه برضو. انا ما بحبش احط لعله، ما بحبش احط لعله على البتاع ده خالص بجد يعني، ما بحبهاش. لان بيقولوا اللعله ديت مش كويسه، مش صحية يعني معنى أصح. انت عندك شوية شطة تحطيهم، عندك شوية فلفل أحمر هتمسكهم تفرمهم برضه تحطيهم. بيدي بقى نكرة للبتاع الليفت ده، ويبقى طعمه حلو وشكله حلو كده أصفر وجميل، غير اللعلة اللي الناس بتحطها دي. اهي يا جماعة ده على وش البتاع اهي. وليه البرنجان برضه كنت انا سلقاه برضه محدقاه، بوريهولكوا. يعني النهارده بقول لكم دي يوم الحادق. احط عليه زيت اول بقى وازقه في التلاجة دي ناكل منه برضه. يوم الحادق النهارده، يوم الحادق العالمي بجد النهارده. يلا بقى يا جماعه اشوفكم في فيديو جديد احلى واحلى، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. ويا رب كده تستفادوا مني باي حاجه من الفيديو الحادق ده. خلينا نخلص بقى الحادق يا جماعه معاكم ونخش بقى مرحله تانية بقى.
هقفل برضو البرطمان برضو حلو كده، والدنيا تبقى حلوة معانا بقى. هنخش بقى، عندي بقى شوية فراخ صغيرين كده برضو هعملهم معاكم. و ادعوا لي كده اللي ربنا يحوش لي عنهم كده ويبقوا حلوين كده. انا كنت بقى حاطه لهم دواء، وكنت عارفاهم كانت الكهرباء قطع، وكنت بقى ايه، ما كانوش كانوا جعانين، وكانوا حاطه لهم دواء، وشوفوا بشكله على على العلب ازاي. شوفوا بقى، ما كل واحد جعان بقى يا جماعه. ربنا يبارك لنا يا رب ويرزقنا كده برزق حلال يا رب. ادعوا له كده ان ربنا يحوش عن الفراخ ويبقى تبقى حلوه كده. بقول لكم الفراخ دي النهارده بقى لهم معايا الوقت دولت 10 ايام. ربنا يبارك لهم يا رب. ديت بقى الدورة التانية اللي انا كنت حاطه لهم دواء من الدواء ده. دي الدورة اللي هي الصغيرة اللي انا جبتها بعد الكبيرة اللي كنت موريها لكم قبل كده. لسه عندي منها برضو يعني. ادعوا له كده بقى اللي ربنا يبارك لي فيهم، والحمد لله. واللي يا جماعه انت يا حبيبه قلبي الدنيا غلت، مثلا ما عندكيش مكان، عندك مكان صغير كده اهوت، هاتلك 10 فراخ وربيهم، هاتلك 5 فراخ بس وربيهم، 5 بس وربيهم، ما تقولش العلف غالي والكلام ده. وربيهم. بدل ما تشتري كل الوقت النهارده ب45 جنيه، بدل ما تشتري الفرخه ما تعملش حاجه لاولادك، هتقومي مثلا 10 فراخ عندك، هتقومي ماسكاهم مكبراهم وذبحاهم وحطهم في التلاجة، هتجيبي غيرهم كده. هتوفري معاكي، هتوفري علف ليكي، هتوفري فلوس ليكي كده يعني. بتوفر ليكي توفير جامد يعني. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويخليكم ليا وما يحرمكم ابدا. واسيبكم بقى في رعاية الله. مع السلامة يا حبايب قلب.